يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا مولانا ليا سؤالين محيريني. واحد، اختي توفت الله يرحمها وتركت 3 اولاد. طيب. وادتني 700 جنيه امانه. امانه. قالت لي تحطيها في دفاتر للولاد. تحطها في دفاتر للولاد. اعملي اعملي يعني لا شوف سيادتك، انا صرفت الفلوس دي على الطفل اللي كانت سايباه. على ايه؟ على الطفل اللي كانت والداه وسايباه. لان ما كانش معايا امكانيات اجيب لبن للطفل ده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بعد ما ربنا وسعها عليا اعطيت ابوه 45,000 جنيه. 45,000؟ بتوع ايه؟ يعني انا حسيت ان انا يمكن اكون ضيعت حاجه من الفلوس دي. يعني ال 700 جنيه يبقوا 45,000؟ اديته 45,000. وانت ال 700 صرفتيهم على ابنه الرضيع؟ الرضيع اللي كنت بشتري ليه باللبن. لا احسن تكوني خدت 5 جنيه ولا حاجه لروحك عصير قصب. خفت اكون ضيعت من الفلوس دي. تقومي تدي كمان ابوه عشان يتجوز بيهم؟ لا. وانت جبت ال 45,000 منين؟ غيرت النشاط ايه عشان اغيره زيك واسيب الجامعه؟ لا انا ورثت عن ابويا 3 ورثت. فبقى جت الفلوس رخيصه بالميراث. ها؟ لا حضرتك انا كنت خايفه من عذاب ربنا. اللي خاف من عذاب ربنا يوم يعصي ربنا. انت كده عصيت ربنا يا شاب. لا والله العظيم يا اختي. طيب انت مفكره المال كده بعزاءه؟ يعني 45 قصاد 700 كنت عملت ال 700 وال 700 وال 700. شوف الحل يا اختي، الحقي بقى ال 45,000 من جوز اختك ده اللي هو ابو المرحومه. ما اعرفش انت اديتهم هو خدهم يا زينب؟ عشان اربي الاولاد. زينب يا زينب. نعم. هو خدهم وقبضهم؟ خدهم. وانت قلت له ايه وانت بتديهم له؟ قلت له يعني ده تعويض. تعويض عن ايه؟ عن ال 700 جنيه. وهو ما هرش وقال الحمد لله على المجانين؟ لا ما قالش كده. قالها في نفسه. قال لا تتجنن كمان شويه وتقول ده انا خدت كمان 15 جنيه خد قصادهم 50,000. ايه يا اخواتي الهندي اللي انا بسمعه ده يا اخواتي؟ لا يا زينب عليك ال 700. يا مولانا عليك ال 700. اولا عليك ال 700 الامانه زي ما قالت اختك كان لازم تنفذي. قالت 700 يبقوا ال 700. انت خايفه يبقى في حاجه. كذا سنه يا دكتور. ما انا عارف يا حاجه زينب. بص يا حاجه زينب. يا حاجه زينب لو كانوا 100 سنه ما يوصلوش 45,000. افرض ان هم موجودين في بوسطه او في بنك هيجيبوا كام ال 700 جنيه كل سنه؟ يا حبيبتي لما الواحد يشك في حاجه ربما يكون اخدها، في حاجه اسمها حساب الاغلب. يعني ايه حساب الاغلب؟ يعني انا كان معايا 700 شايلهم زينب واتصرفت فيهم لشيء يخصها او يلابسها، وبعدين انا قلت ايه؟ انا الظاهر خدت تاكسي من ال 700 جنيه وكنت منوه احط ال 10 جنيه. ما فيش تاكسي ب 10 دلوقتي. كنت منوه احط 20 جنيه من جيبي على الفلوس بتاعت اختي. ادي 20. لا ده التاكسي الله اعلم 30. خليهم 50 يا اختي على الاغلب. 50 تاكسي في 50 عصير في بتاع يبقوا 1000 2000 زي بعضه يا زينب، لكن مش 45,000. نصيحتي لو الراجل ده يسمع كلامي ويخاف ربنا يحسبها زي انا ما بحسبها ويقول لك لو كنت صرفت ال 700 10 مرات كانوا بيبقوا ب 7,000 جنيه. لو كنت صرفت قدهم 20 مره يبقى 2 في 7 ب 14,000 جنيه. لكن ما اخدش 45 اربي بيهم ولادي، وده مال سحت لانه مال من واحده سفيهه. انا اسف ان انا اقول الكلام ده. ايوه اتفضلي. اتكلم على طول. ايوه يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك انا في رمضان اللي فات ده زوجي طلع كان في مشكله حصلت بيني وبينه، وبعدين قال لي قدام اولادي وقدام جوز بنتي هم الاولاد قالوا لي خلاص يا ماما هو هيطلع يصالحك والموضوع انتهى وكده. فهو قام قال لي ايه انت طالق. انا بشهدكم ان الست دي طالق، وانا كنت بصلي الفجر يعني يا دوبك سلمت. العيال قالوا لي استني لما يطلع، قلت لهم لا انا هصلي الاول. ففعلا يا دوبك سلمت دخل عليا لاني بصلي
قالوا له دي بتصلي. قال طب خلاص نستنى اما تصلي. واول ما يقولوا السلام عليكم لقيته بيقول لي ايه انا بشهدكم نادى جوز بنتي ونادى ابني ونادى ابني الثاني وبنتي، انا عندي 5 اولاد. قال لهم انا بشهدكم الست دي طالق. كان هو قبليها بشهر سايب البيت وقاعد في نفس العماره اللي احنا فيها بس في شقه لوحده. بسبب ايه؟ المشكله انا مش بيعنيني الطلاق، انا بيعنيني الظلم ان انا اتظلمت بسبب الطلاق، بسبب ان هو رمى عليا الطلاق في حاجه بسبب جوز بنتي. ده طبعا محرم عليا اليوم الدين، ده ابني. احنا كنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون، رفعت دراعي فقال لي دراعي تحت جسمك بان. قلت له والله العظيم ما بان اي حاجه، حتى لو بان جوز بنتي بيفتح الشقه وماشي. قال لي لا هو شايفك انت واحده مش محترمه، انت كذا انت كذا انت كذا. قعدت برضو عشان انا عارفه ان هو عصبي ومش طبيعي، قلت له معلش حقك عليا، انا اسفه انا غلطت، انا لما جوز بنتي يجي بعد كده انا اقسم بالله ما هخرج من الاوضه بتاعتي. قال لي ده الكلام بقى اللي ملوش لازمه وما اعرفش ايه. بالظبط طبعا. وسكت يعني هتحبسي نفسك، اخرجي بس تكوني لابسه كويس. يجري ايه؟ ونمنع. ما انا لابسه كويس، انا بحضرتك انا لابسه. امال ايه بقى اللي تحت الدراع بان بقى؟ هو انا بسمع ولا ما بسمعش؟ ايوه انا لابسه عادي. الله، لابسه عادي وده هيبان ازاي؟ ما هو عشان شكاك انا لابسه جلابيه بنص. شكاك ازاي بقى؟ ما هو لمحك وبيصورك وبيغير عليك. وبعدين جوز بنتك قاعد بيهبب ايه؟ ما ياخد بنتك ويروحوا يرقصوا هناك في شقته. الله بقى، هو جوز بنتك ده انت اديت له بنتك من غير ما بتقول له فين التلفزيون يا ولا هتلاقي شاشه جديده؟ ما يقعد يتفرج هو المزه ويجي يقعد عندنا 3 دقايق. عايز ايه؟ ما ياما قعد وقدمنا له المحشي والكباب. يعني هم ساكنين معانا في نفس وساكنين معانا يقعدوا لهم شقه، مش لهم شقه جايين لنا، يعني هم هيقعدوا معانا شويه. يا اختي عليكي يا حلوه، سؤالك ليا ايه انا بقى؟ فتم بقى الطلاق على البناء على كده. ما انت قلت ما يهمنيش الطلاق ولا انا برضو ما بسمعش؟ لان انا اتظلمت، يعني انا اتظلمت ما يهمكيش الطلاق. لا انت جريئه شويه، انت واضح انك جريئه. انت بتقولي ما يهمنيش الطلاق. لا مش قصدي. لا قلت كده، قلت انا يهمني الكلمه اللي طلقني بسببها. يعني ايه؟ تحت باطي بان. يعني هو وجوز بنتي محرم عليه اليوم القيامه. هو حد قال جوز بنتك اللي محرم عليك اليوم القيامه يقعدوا تقعدي معاه بنص كم؟ لو انت ام اللي مخلفاه ما ينفعش تقعدي معاه بنص كم، امه ما ينفعش. وانا قلت في الموعظه الحسنه الكلام ده قبل كده. هندافع على جوز البنت، وجوز البنت بتجوزها يجي يقعد مع امها ولا ياخدها ويقعدوا سوا اما القمر على الباب. ايه الكلام ده؟ وبعدين شوف التاني الخيبان راخر طلع مسلم قوي، اشهدكم انها طالق. يا اخويا تنيل على عينك، قول لها اشهدكم امال ان انا جبت لها قميص، اشهدكم ان انا جبت لها 10 كيلو لحم. ما فهمتش من الدين اني اشهدكم الا في الطلاق. احنا عندنا دين مش بتاعنا. مش لازم تشهد يا اخوي، لان الاشهاد على الطلاق جائز وليس بواجب. ممكن قوي تقول لهم طالق وتقول لها هي طالق، وتقول لابنك بلغ امك ان انا طلقتها، ويوصل الخبر والطلاق يقع وتخر على دماغك. وعيب يا مسلمين، ما ينفعش الكلام ده بحال من الاحوال. لا احنا العلاقات خربانه والدين بايظ والوطن بيتحطم وبينهد، وقاعدين بنطلق عشان رفعت دراعها ورفعت ايدها. وانت لو راجل كويس وعارف ان الطلاق ده عظيم عند ربنا، يا اللي مجوز بنتك يا حما يا شيبه يا عيبه، وشفت ان تحت بطاطها بان، اعمل لها كده بكل هدوء وانت بره عند الحمام والواد متلهي في التلفزيون. تقول لي قول يا زينبو. منى البكري بتقول لي انا قول يا زينبو، وحطيت لي الضمه ربنا يسترك يا منى. يا دكتور دلوقتي ان انا بنت متجوزه في مركز جنبيني. مالها؟ بنت متجوزه في مركز جنبيني. وبعدين هي غضبت 15 يوم. غضبانه. ورحنا بعد ما غضبت 15. ايوه. ورحنا بعد 15 يوم رحنا اشتكينا. اشتكيت على طول كده؟ ايوه. وبعدين واشتكيتوا ليه؟ ما صبرتوش شويه ليه؟ ده اللي حصل يا دكتور. اشتكيتوا على طول كده اهو. وبعدين خدت 20 راجل و3 عربيات. ورحت فين؟ ما اسمع يا دكتور. ايوه ورحت فين يا دكتور؟ ورحت فين؟ وخدت 20 راجل ورحنا خلانا جلسه في انتخابات السيسي، ورحنا جبنا العزال كله. جدعه. وبعدين رحت طلقتيه. ايوه. وبعدين احنا دلوقتي جبنا شهود زور ان احنا بناخد العزال، ان احنا ما خدناش العزال وبنطالبه بالعزال تاني. ايوه. وحارمينه ان احنا ما نشوفش عياله. جدعه.
ده فاضل ايه تاني؟ ما معكيش طبله؟ هو ما معكيش اتجوز. طبله؟ استني بس استني، انت حد مأجرك عليا يا بت؟ والله يا دكتور ده اللي حصل. وايه اللي جاب انتخابات السيسي أيام للعدوان والافتراء؟ ما من ايامها. لا يعني وبتكيلي لي ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه، وبتعترفي انك هيشيل العيال عنه، عايزه تدخلي الجنه؟ وطيب يا دكتور هو نفسه يشوف العيال، ولما جه عندنا يشوف العيال ضربناه. ضربتوه؟ ايه ليه؟ عشان تدخلوا الجنه ولا عشان يعملوا لكم تمثال؟ احنا ضربناه عشان يتجوز. انتوا عملتوا ضربتوه عشان يتجوز؟ ابن كلب حرام الادب، كفر بالاسلام. يا نهار بس اسود يا دكتور يا نهار الناس اسود. دخلت خطوة المهم ولا استني حاجة. بس، يعني بنتك مخلفه منه كام؟ وبالتالي بنتين اتنين، ايوه. وفي عريس جه يقدر يشتري الشاي دلوقتي وعايز يتجوزها؟ لا ما فيش حد لحد دلوقتي يا ولا حد هيجي لك ولا يعبرك ما دام عرفوا انك في توايه وخدت العزال يوم الانتخابات بتاع السيسي يوم عيش. وعجنتوا الراجل عجن لما جه يشوفوا علاده. مين هيتجوز بنتك؟ قاعدين معاه. مش هيتجوز بنتك واحد الا واحد يقدر يخبطك بالشومه اخر. لا طب سؤالك ايه يا زينبو؟ هل ده حرام بقى؟ انا ظلمت البيت. حرامين اتنين واربع حرامات و80 حراما.